بعد مخاض عسير وطول انتظار عاشته الساحة السياسية والشعبية منذ مطلع الشهر الجاري، الذي شهد مشاورات ولقاءات أجراها الرئيس المنتخب مع عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية لتولي رئاسة الحكومة، كلف الرئيس محمد مرسي الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بتشكيل الحكومة الجديدة. بالنسبة لمعايير تشكيل الحكومة أو معايير اختيار السادة الوزراء، في المقام الأول هي حكومة تكنوقراط، والكفاءة هي المعيار الأساسي. بالتأكيد ليس هناك بعض التوازنات التي يجب أن نأخذها في اعتبارنا، لكن أؤكد على أن الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار السادة الوزراء. الدكتور هشام قنديل خريج كلية الهندسة لعام 1984 وحصل على درجتي الماجستير عام 88 والدكتوراه عام 93 من جامعة نورث كارولاينا بالولايات المتحدة. التحق بالمجلس القومي لبحوث المياه وحصل على درجة الأستاذية، وعمل كعضو مراقب للهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل. قنديل عمل من عام 99 إلى 2005 في وزارة الموارد المائية والري، حيث شارك في أعمال مبادرة حوض النيل وشغل العديد من المناصب، منها كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الإفريقي للتنمية، وآخرها رئيس قطاع النيل بالبنك. كما تولى رئيس الوزراء المكلف حقيبة الموارد المائية في التعديل الثاني بحكومة عصام شرف في يوليو من عام 2011. وأمام رئيس الحكومة المكلف العديد من الملفات الصعبة والشائكة، يأتي في مقدمتها كيفية الخروج باقتصاد البلاد من عنق الزجاجة ودفع معدلات النمو، بجانب العمل على توفير التدابير المالية لخطة الرئيس خلال 100 يوم الأولى من الرئاسة، والتي مر أكثر من ربعها بلا مؤشرات بيانية مرتفعة في ظل تزايد معدلات عجز الموازنة.